بعد 20 شهرا على انطلاقة أشغال إنجاز الخط المنجمي الغربي بشار تندوف جرج بيلات، اتضحت معالم المشروع الذي أعطى ديناميكية اقتصادية وحركة تجارية كبيرة لساكنة الجهة. مشروع سكة الحديد مشروع رئيس الجمهورية، مشروع القرن. الآن لم يبقى إلا القليل ويتحقق هذا المشروع. مشروع له فائدة كبيرة لولاية تندوف وللجزائر عامة، سيفتح آفاق واعدة اقتصادية واجتماعية. كان حلم صراحة بالنسبة للساكنة، وأعطى الإضافة كثيرة. احنا مستبشرين له وإن شاء الله ينتهي في الأجل المحدد له. الشركات المكلفة بالإنجاز أنهت أكثر من 90% من أشغال التسطيح، وشرعت في وضع العوارض الإسمنتية والقضبان الحديدية عبر الشطر الذي يربط تندوف بجارج بيلات على مسافة 135 كيلومتر سوف تسلم خلال الأيام القليلة القادمة. كما تعمل المجمعات المكلفة بالإنجاز على الانتهاء من أشغال الجسور والممرات المائية. يعني هو تحدي كبير، ما شفناش مشروع كما هذا بهذا الحجم يقدر يتسلم في ظرف وجيز كما هذا أقل من 30 شهر. شفنا المقطع الثاني اللي هو راح يربط جراج بيلات المنجم بمدينة تندوف 135 كيلومتر، والأشغال هي نقدر نقول فيها على وشك الانتهاء. وعد من الشركات القائمة به باش يتسلم في نهاية الأسبوع هذا، وبهذا نكون ربطنا المنجم بمدينة تندوف. الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكك الحديدية تراهن على استلام المشروع قبل الآجال التعاقدية من أجل جعل منطقة تندوف من الأقطاب الاقتصادية الكبرى في البلاد.